صباح الخير. لو عندك عزومة سواء في رمضان أو في أي وقت وعايزة تعملي وجبة اقتصادية سريعة، كمان تكفي 10 أفراد وطعمها زي المطاعم وأجمل، فالوصفة دي ليكي. أول حاجة هنبدأ بيها هنعمل رز بسمتي مفلفل زي بتاع المطاعم بالظبط. أنا خدت معلقة كبيرة من السمنة عليها شوية من الزيت وحطيتهم على النار لحد لما السمنة تسيح. كمان هحتاج لبصلاية متوسطة متقطعة مكعبات، عليهم معلقة كبيرة من الثوم. بالنسبة للتوابل أنا هكتبها لكم على الشاشة. التوابل دي هتدي للرز طعم شرقي وكمان هتخليه طعمه أحلى من المطاعم. وطبعا أي حاجة مش موجودة عندنا بلاش نضيفها، بس الأساسي في الرز بسمتي القرفة، الهيل، الملح، الكاري، مكعب اللحم. بعد كده هضيف طماطمايه متوسطة وكمان قطعة من الفلفل الأخضر متقطعين مكعبات، واخد الحاجات دي كلها على النار لحد لما الخضار يدبل وياخد من النكهة بتاعة التوابل. عايزة اقول لكم ان ميكس التوابل مع الخضار عامل ريحة تجنن. بعد كده بقى هستخدم حوالي 2.5 كوب رز بسمتي. ممكن تستخدموا رز مصر عادي. زي ما عودتكم في الفيديوهات بتاعتي انا بديكم الطريقة والحاجة اللي ينفع نبدلها او نستخدم غيرها، مش مهم نستخدم غيرها. هشوح بقى الرز كده مع التوابل مرة كمان لحد لما يبقى بالشكل ده. الفكرة هنا ان الرز لما بشوحه مع التوابل شوية بيخلي الرز يبقى مفلفل ومش معجن في بعضه. بالنسبة لكمية المية، فكل كوباية رز بسمتي بتحتاج لكوبايتين من المية. انا حطيت 4.5 بدل من 5 علشان بس الرز بتاعي ما يعجنش. هنقلبه سريعا ونسيبه لحد لما يغلي. لازم طبعا نحطه على نار عالية، وده هيكون شكله بعد لما غلي. نديله تقليبة سريعة كده بقى علشان نسوي الوش بتاعه بالشكل ده، وبعدين هحطه على نار هادية جدا، وياريت نحط تحتيها قطعة من الصاج علشان الرز بتاعي ما يتلسعش من تحت. بصوا بقى ده شكله بعد لما استوى. عايزة اقول لكم مفلفل وكل حبة لوحدها وريحته كمان تجنن. اما الوصفة التانية فهتكون كبدة بالبصل. طريقتها سريعة كمان مش مكلفة زي اللحمة. هحتاج لحوالي نص كيلو من الكبدة متقطعة لمكعبات بالشكل ده. هضيف عليها معلقتين كبار من الثوم المفروم. اما بالنسبة للتوابل فانا هضيف معلقة كبيرة من الملح، وطبعا الملح حسب الرغبة. كمان نص معلقة صغيرة من الهيل، ومعلقتين صغيرين من الكمون، و2 صغيرين من الكزبرة، وواحدة صغيرة من الفلفل الاسود. كمان هضيف بشر ليمونة كاملة علشان هتخلي الكبدة بتاعتي كده ريحتها حلوة وما فيهاش اي زفارة وانا بقدمها. وكمان هاخد عصير الليمونة وهعمل ميكس كده للمكونات كده مع بعض. كمان هضيف معلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج باودر لانه بيخلي الانسجة بتاعت الكبدة تبقى طرية، كمان ده هيخليها تستوي اسرع. وهعمل ميكس للمكونات بتاعتي وبعدين اسيبهم على جنب لحد لما يشربوا التتبيلة، حوالي يعني 5 دقايق بالظبط. بعد كده بقى هجيب طاسة فيها معلقة صغيرة من الزبدة او السمنة واحط عليها زيت، بس كمية الزيت المرة دي هتكون اكتر. كمان هحتاج لعدد واحد من البصل يكون حجمها كبير وهقطعها بالشكل ده، واسيبها على النار لحد لما تدبل. انا مش عايزاها ولا تتحرق ولا تاخد لون. بعد كده هضيف الكبدة بتاعتي واسيبها على نار عالية حوالي تلت ساعة علشان تاخد صدمة والزفارة كلها تروح منها، وكمان علشان الكبدة تستوي بسرعة وما تنزلش سوائل كتير، هيبقى كده طعمها احلى واغنى. وطبعا ما ينفعش اننا نعمل كبدة من غير ما نضيف عليها الفلفل. هضيف عدد واحد من الفلفل يكون حجمها متوسط متقطعة مكعبات، كمان معاها واحد من الفلفل الحار واقطعهم بالشكل ده. كمان هنضيف طماطمايه يكون حجمها متوسط، معلش الكاميرا كانت مقفولة. بعد كده هاخد الكبدة بتاعتي تكمل السوا بتاعها، هسيبها حوالي ربع ساعة كمان على نار هادية علشان ما تنشفش. وده هيكون شكل الكبدة بعد لما استوت. هنعرف منين؟ هناخد قطعة كده على المعلقة ونقطعها بالشوكة، لو اتقطعت معانا بسهولة تبقى كده الكبدة بتاعتها خلصت سوا. على فكرة بقدر الامكان انا بحاول اني اقلل لكم في الوقت بتاع الفيديو علشان ما تزهقوش، بالرغم من ان التصوير والمونتاج بياخدوا مني ساعات. فما تنسوش يا جماعة من فضلكم تدعموا القناة باشتراك. عشان نجمل الطبق بتاعنا ونشيكه كده علشان العزومة هنحتاج لشوية من الزبيب وشوية من الفول السوداني. ممكن لو عندكم اي مكسرات تحطوها.
بصوا أنا بحب أنقع دايما الزبيب والفول السوداني في شوية من المية لمدة 5 أو 10 دقايق علشان الزبيب يبقى طري، كمان الفول السوداني اللي بستخدمه بيبقى مش متحمص، فالمية هتخليه ما يتحرقش بسرعة في الزبدة والزيت. كمان الفول السوداني كده هيبقى كريسبي اكتر. طبعا لو عندكم محمص حطوه على طول. انا احطهم بقى في شوية من الزبدة والزيت وافضل اقلب فيه على النار لحد لما يبقى لونه ذهبي فاتح بالشكل ده، وبعدين هصفي الزبيب واحطه عليه علشان طبعا الزبيب بيتحمر بسرعة. واول كده لما احس ان الزبيب حجمه كبر وبقى طري هشيله من على النار على طول، وهصفيهم طبعا بقى من الزيت والزبدة بالشكل ده. خلي بالكم كمان ان طول ما هم على النار لازم نفضل نقلب فيهم علشان ما يتحرقوش. وبعد طبعا لما صفيه من الزبدة والسمنة هنقدمه في طبق التقديم. بالنسبة بقى للأكلة اللي عملناها النهاردة، احنا ممكن نقدمها بكذا طريقة. ممكن نقدم الرز لوحده والكبدة لوحدها والمكسرات لوحدها، او ممكن اننا نحط الرز وعليه الكبدة من فوق وكمان نحط المكسرات عليهم بالشكل ده. كده نكون عملنا 3 وصفات في فيديو واحد. أتمنى إنكم تجربوهم وتقولوا لي رأيكم.